سيداتي سادتي، أنتم معنا في لقاء جديد يتجدد بموضوع الساعة والمتعلق باعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. هذا الاعتراف الذي ظل في المنطقة الرمادية ولم يصل إلى حد التصريح ردحا من الزمن، لكن وبضغط من لوبي رجال الأعمال الفرنسيين وبتأزم الوضع الاقتصادي الفرنسي خرجت فرنسا من شرنقتها واتخذت القرار الصائب، وهي في موقع قوة، لأنها تعرف أولا أن الجزائر ما زالت مقاطعة فرنسية، أن أحفاد الحركيين ما زالوا يحنون للجزائر، وأن الأرجل السوداء لبينوار ما زالوا يحنون لسنوات المخملية والوردية التي قضوها في الجزائر. أنها فرنسا هي من اشترت الجزائر بعقد من العثمانيين، وأنها من منحتها الاسم، وهي من وسع نفوذها الجغرافي على حساب المغرب وموريتانيا وتونس ودول الجوار، وأنها من تملك الحل والعقد في شؤونها الداخلية وسياستها الخارجية بمقتضى معاهدة إيفيان. فإذا ما لاحظنا هذا الوضع عن كتب نجد أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وفي الزاوية المقابلة تقبع تندوف في الجزائر وقريبا إلى حضن المغرب. فيمكن أن نقول أن هاجس العسكر هو الحساب الخاطئ والتوقع الخاطئ والنظرة القاصرة، واللي دارها بيديه يفكها بسنيه.